في الفيديو اللي فات شفنا كيفاش بدا التاريخ الحزبي في بلادنا وشكون هما ابرز الاحزاب اللي ظهرت ما بعد الاستقلال. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على باقي الاحزاب السياسيه وسياق ظهورها باش نفهموا مزيان معنى التطور اللي شهدته الساحه السياسيه في المغرب. غادي نتكلموا على كل عائله حزبيه او ايديولوجيه على حده، اي الحركه اليساريه والاتحاديه، احزاب الحركه الشعبيه، الحركه الاسلاميه والاحزاب المسماه بالاداريه. الحركه اليساريه والاتحاديه سنة 1970 حزب التحرر والاشتراكية آنذاك انشق جزء من أعضائه أسسوا المنظمة السرية إلى الأمام اللي كتبنى الماركسية اللينينية. في نفس الظرفية انشق عدد من أعضاء حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية باش أسسوا كذلك منظمة سرية أخرى كتبنى حتى هي المذهب الماركسي اللينيني وكتحمل اسم 23 مارس. سلسلة الصراع بين هذه الحركتين اليساريتين وبين المؤسسة الملكية غادي تؤدي لنهاية المنظمتين، وهنا فين غادي يظهروا لنا جوج الأحزاب السياسية اللي غادي تشكل ما يسمى باليسار الجديد في المغرب. جزء من أعضاء منظمة 23 مارس اللي آمنوا بالنشاط السياسي المنظم والمعترف به من طرف الدولة غادي يأسسوا سنة 1983 واحد الحزب سميتو منظمة العمل الديمقراطي الشعبي بالقيادة ديال محمد بن سعيد أيتيدر. وجزء من أعضاء منظمة إلى الأمام غادي يأسسوا سنة 1995 حزب النهج الديمقراطي اللي كيتعتبر بين الاحزاب الراديكاليه في المغرب اللي باقي كيتبنى المذهب الماركسي اللينيني وكيتبنى موقف مقاطعه الانتخابات. بدايه الالفيه الثانيه غادي تشكل سابقه في التاريخ اليساري في المغرب وغادي تقطع مع الانشقاقات اللي كان كيعرفها اليسار. سنه 2002 غادي يكون الاندماج الاول منظمه العمل الديمقراطي الشعبي بالاضافه للتيار الديمقراطيين المستقلين وحركه من اجل الديمقراطيه وفعاليات يساريه. الحزب اللي غادي يأسسوه غيحمل اسم اليسار الاشتراكي الموحد اللي غادي تصبح سميتو سنة 2005 الحزب الاشتراكي الموحد من بعد التحاق جمعية الوفاء للديمقراطية. الهدف كان هو تأسيس حزب يساري كبير وتحبس ظاهرة الانشقاقات. هادشي علاش في سنة 2014 فيدرالية اليسار الديمقراطي واللي غادي تولي حزب كيجمع ثلاثة الأحزاب في حزب سياسي واحد: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الاشتراكي الموحد. هذا الفيديو بالإضافة للفيديو السابق هو بمثابة نبذة مختصرة لتاريخ الأحزاب السياسية في المغرب باش يفهم الشباب كيفاش تشكلات الساحة السياسية في بلادنا. الأحزاب السياسية مهمة في كل الديمقراطيات، داكشي علاش خاص نقويوها باش تقوم بالدور ديالها كما يجب عبر الانخراط والمشاركة الانتخابية، سواء عبر التصويت أو الترشح أو حتى الملاحظة أو مراقبة الانتخابات.